نقط بطاقيته الغاوي، تسلم لي عينه وعافيته الغاوي، الغاوي نقط بطاقيته الغاوي، تسلم لي عينه وعافيته الغاوي، الغاوي نقط بطاقيته تسلم لي عينه وعافيته الغاوي، الغاوي. في عام 87 أخذت معدة الصور والرسوم الحاسوبية ليليان شوارتز من مختبرات بيل سلسلة من القياسات العلمية المفصلة لوجهين. أحد الوجهين كان لوحة دافنشي الموناليزا، والوجه الآخر كان لوحة رسمها ليوناردو لنفسه كرجل كهل. حين قارنت ليليان بين الصورتين توصلت إلى اكتشاف هز عالم الفن. لقد بدأت تتشكل لدي صورة نصفها لليوناردو ونصفها الآخر من الموناليزا، كانت في أعلى الرأس وكان هناك خطوط للشعر اصطفت أمامي، ثم نزلت ببطء وصولا إلى تشكل العينين. كان من الصعب أن أتمالك نفسي لأنني حين وصلت إلى رأس الأنف عندها صرخت. المثير للدهشة هو أن الوجهين يتطابقان بامتياز، كل وجه بشري منفرد بخصاله مثل حبات الثلج، إذ ليس هناك حبتان متطابقتان. وهكذا فإن العثور على صورة مطابقة أقنعت ليليان بأن دافنشي لابد وأنه استخدم صورته نموذجا لرسم الموناليزا. كي تختبر اكتشافها أخذت مقاسات مفصلة للملامح الأساسية على الوجهين. أخذت قياس الموق الداخلي وهي زاوية العينين، ثم المسافة بين مركز العينين وطول الأنف والمنطقة التي فوق العين والمعروفة باسم الحافة الحجاجية. مرة أخرى فإن تقاسيم الوجه كانت متطابقة بتمامها. كان هذا الاكتشاف صارخا للغاية.